بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في خبر عاجل خاص، المغرب يتراجع عن الانسحاب من الشان في الجزائر بعد تصريحات فيفا. المنتخب المغربي سيسافر إلى الجزائر. طلب الاتحاد المغربي لكرة القدم من الأندية إرسال لاعبي المنتخب الأولمبي تحت 23 سنة الذين توجد أسماءهم في لائحة المنتخب المشاركة في منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين. المقرر انطلاقها غدا الجمعة في الجزائر للالتحاق مساء اليوم الخميس بمركب محمد السادس الدولي على وجه السرعة. وأكدت عدة مصادر أن الاتحاد المغربي لم يكتفي بالتواصل مع أندية اللاعبين، بل كلف أحد الإداريين بالاتصال هاتفيا وبشكل شخصي مع جميع اللاعبين 27 الموجود أسماءهم في اللائحة التي أرسلها الاتحاد المغربي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، وطالبهم بضرورة الالتحاق الفوري بمركب معمورة للمشاركة في بطولة الشان. وأوضح المصدر نفسه أن الاتحاد المغربي حدد موعد رحلته إلى الجزائر غدا الجمعة في 10 صباحا بالتوقيت المحلي، بعدما توصل إلى تسوية مع الاتحاد الإفريقي بشأن مطلبه بالسفر عبر رحلة مباشرة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية المغربية. الناقل الرسمي للمنتخبات المغربية لكرة القدم، لا سيما أن الكاف ظل حتى آخر لحظة يمنع المغرب من إعلان انسحابه من البطولة. كما أعلمه الكاف أنه حصل على موافقة مبدئية من السلطات الجزائرية على ذلك، غير أن الكاف لم ينجح في الحصول على ترخيص لطائرة المنتخب المغربي للنزول في مطار قسنطينة، وهذا ما دفع الاتحاد المغربي إلى إعلان تعذر سفره للمشاركة في منافسات الشان. وأربكت هذه الأحداث الأندية المغربية واللاعبين الذين أنهوا معسكرهم التدريبي مع المنتخب مساء الثلاثاء، وأخبروا بانتظار استدعاء في أي لحظة للعودة لمركب محمد السادس. ثم ما لبث أن اتصل بهم الاتحاد المغربي مساء أمس الأربعاء وأمرهم بالالتحاق صباحا بتجمع المنتخب تحضيرا للسفر إلى الجزائر. وكان هذا قبل أن يخرج الاتحاد المغربي ببيان صحفي صباح اليوم يعلن فيه تعذر سفر بعثة المنتخب المشاركة في الشان بسبب عدم حصول طائرته على ترخيص من الجهات المختصة، إذ عبرت العديد من الأندية عن ارتياحها لانسحاب المغرب بسبب حاجتها إلى جميع لاعبيها في منافسات الدوري المحلي، قبل أن يتلقوا استدعاء عاجلا للمرة الثانية في ظرف أقل من 48 ساعة للسفر إلى الجزائر صباح الغد. ولم يتسنى الكشف عن تفاصيل رحلة المنتخب المغربي في الخطوط الجوية التي ستقل المنتخب، علم أن فوزي الأخجار رئيس الاتحاد المغربي شدد على أن يسافر المنتخب المغربي عبر رحلة مباشرة في طائرة مغربية. وفي الأخير أترككم مع لائحة المنتخب المغربي المشاركة في شان الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا.